يا مساء الجمال على احلى متابعين. لو جربتي الجمبري بالطريقه دي اوعدك انك مش هتشتريه من بره تاني. اسهل طريقه واحلى طعم، في 10 دقايق بس هتاكلي جمبري يجنن. النهارده هشارك معاكم طريقتي السهله جدا لعمل احلى جمبري، وريحه وطعم هيقلبوا البيت. لو زهقانه وعايزه اكله فخمه في نفس الوقت سريعه، الجمبري هو الحل. في الفيديو النهارده هنعمل جمبري بطعم يجنن ومن غير تعقيد خالص. هقولك على كل التفاصيل وكل التريكات، بس اهم حاجه تابعي معايا الفيديو للاخر. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وتشتركي معايا في القناه وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد من وصفاتنا. انا كل اللي عملته في السفره دي كلها النهارده الجمبري والرز والسلطه، وكمان شاركت معاكم وصفه الجمبري. اول حاجه هعمل بيها ابتدي بالجمبري، لازم اشطفه كويس، وبعد كده بالمقص هقصص رجوله وكمان الشنبات بتاعته. هشيل اي زوايد كده في بطن الجمبريه، اي حاجه. ليه؟ لان دي شوربه، الحاجات دي هتسيح وتقع في الشوربه هتضايقك وانتي بتشربي الشوربه بتاعتها. فلازم ننظف الرجول والشنبات بتاعه بطن الجمبريه، ماشي، بالمقص كده. نيجي بقى نشيل سلسله الظهر، انا بحب اعمله زي ما هو كده، عايزه تقشريه براحتك خالص. احنا بنحب ناكله كده جدا، والراس كده بتبقى تحفه جدا. هنيجي بقى نشيل بالشوكه. الشوكه هتقومي مدخلاها، ما طلعتش من الاولانيه دخليها في التانيه، وبالراحه خالص وسيسيها هتطلع معاكي سلسله الظهر بكل سهوله اهي. وبالراحه شدي بالراحه، ما طلعتش من دي اهيت، هنزل من اللي تحتها وشدي هتلاقيها طلعت معاكي. سيسيها وبالراحه واحده واحده هتطلع معاكي بكل سهوله. انا كنت مبطئه علشان افرجك واقول لك ان هي بتطلع بحالها اهي كلها، ومن غير مجهود ولا تعب ولا تقعدي تفتحي بالسكينه ولا اي حاجه. خلاص شطفته كويس جدا وخليته في المصفى عقبال ما اجهز مقادير الشوربه بتاعتي. دي جنزبيل فريش، ولو مش عندك حطي تقريبا بودره، حطي جنزبيل بودره. جنزبيل الفريش بيبقى حلو جدا جدا في الشوربات وفي الاسماك، انا بحبه جدا في الاسماك. وكمان تقريبا راس توم كده حلوه. وهنزل بطماطمتين اتنين برضو هبشرهم، وجزرايه هبشرها، وكمان قرنين شطه هقطعهم قطع صغيره. يبقى كل اللي احتاجته جنزبيل، راس توم، جنزبيل حته صغيره مش كبيره، وراس توم وجزر مبشور وطماطم مبشوره وقرنين شطه او فلفل متقطعين قطع صغيره. حله على النار، مكعبين زبده كده حلوين، معلقه سمنه بلدي. وجربي اعملي الشوربه بالزبده والسمنه البلدي، او الاسماك عامه، او رز السمك بالحاجات دي، صدقيني طعمه بيختلف تماما. نزلت بالثوم والجنزبيل، وانا مش هحمرهم، انا بس هديهم ياخدوا ريحه بس كده، وهنزل ببقيه المقادير تشويحتين مش اكتر، وهنزل ببقيه الخضار. انا بصراحه كانت دي عزومه يعني ما كانتش على البال، انا فوجئت ان في ضيوف جايين لي فجاه، فانا عشان كده بقيه السمك جبته جاهز من بره في مطعم جنبي تحت البيت بيعمل اسماك حلوه جدا جدا. فانا طلبت منه السمك جاهز، وكل اللي عملته الجمبري والرز والسلطه بس مش اكتر. وهو فعلا بيعمل السمك حلو، منها هي معرفه وحبيبتي، فهي بتعمله لي كمان مخصوص، بيبقى طعمه خرافه كانك عاملاه في البيت. فانا استكفيت بصراحه، لان اقعد مع ضيوفي وانبسط معاهم ان انا اعمل الجمبري بس. وبصراحه احنا ما بنحبش الجمبري من بره خالص، لازم احنا نعمله في البيت. حتى لو هطلب كل الاكل من بره بقوم جايبه الجمبري في ايدي وانا اعمله في البيت، ناكل كده من شوربته ونشبع ويبقى طعمه حلو قوي. نزلت بقى ببقيه الخضار، شوحته تشويحتين، ونزلت بقى بمعلقه فلفل اسود، هنتبل بقى الكلام ده كله وهنزل بيها على الجمبري على طول، احنا منضفينه ومظبطينه. شويه كمون، وكمون بيبقى حلو جدا في السمك، يبقى كل اللي حطيناه فلفل اسود، كمون، شويه بابريكا، حبه حلوين كده، تقريبا من كل حاجه معلقه صغيره عشان انا عامله 2 كيلو جمبري. وهنزل كمان بمكعب مرق الدجاج، واللي مش بيحبه يا جماعه يستبعدها خالص. هقلب بقى تقلبتين وهكمل بقيه التتبيله بتاعتي. هحط معلقه كاري، والكاري في شوربه الجمبري تحفه جدا. نص معلقه كركم، معلقه كاري ونص معلقه كركم. هقلب. جربي الكاري بالشوربه بتاعت الجمبري، خرافه. عايزه تحطي اكتر من معلقه حطي، انا حطيت معلقه بس، هو ده جاي لي من بره حراق سيكه فما رضيتش اكتر قوي معلقه الكاري. هنزل بقى بالملح والميه.
الشوربه بقى زي ما انت عايزه، انا نزلت بشويه حلوين كده وهنزل بالجمبري، ولو حسيت ان عايزه تاني هضيف شويه كمان. انا في، ما تصورش معايا، معلقه صلصه عشان اظبط بس اللون شويه، حطيت معلقه صغيره صلصه من الجاهزه. نزلت بقى بالجمبري كله وحطيته بقى كده وقلبته، حسيت انه عايز شويه ميه فزودته شويه ميه، والميه تكون سخنه من الكتل، ما لقيتش ما فيهوش ميه فحطيت فيه شويه ميه اغليه عقبال ما اكمل. ده كان خلاص. حطيت له بقى رشه كمون كمان ورشه فلفل اسود كده قبل ما اقفل، وظبطت دقته لقيته بس دلع سيكه، حطيت له شويه ملح. كده احنا مش محتاجين نحط اي حاجه تاني، كل اللي ضفته بس ما تصورش معلقه صلصه صغيره من اللي بنشتريها جاهزه. تمام، بس دقته لقيته تحفه، بس محتاج شويه ملح، ضفت له شويه ملح وخلاص. كنت كمان عملت رز ابيض بالسمنه البلدي وجربيه، وكمان عملت السلطه. والاسماك كانت خلاص وصلت وجهزت، عملت سمك فيليه مقلي او جبته جاهز، وجبت كمان سمك بولتي مشوي، وجبت سمك مكرونه مقلي. وهم يعني ضيوفي هم اللي حبوا الاصناف دي، وانا عملت الجمبري والرز الابيض وكمان السلطه. كان طعمه خرافة، الشوربة بتاعته كانت تحفة، كانت سفرة بصراحة كلها حلوة جدا جدا. جربي الجمبري بطريقتي ان شاء الله هيعجبك، ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وتشتركي معايا في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد من وصفاتنا. اشوفك في فيديو جديد ووصفة جديدة، مع السلامة.